شايفين اللعبة دي؟ مش بتفكركم بحاجة اللعبة دي؟ ايوه بالظبط كده. فرصة محمد شريف في ماتش النهائي الافريقي قدام الوداد، وده برضو محمد شريف بالمناسبة، نفس اللاعب ونفس الفرصة، بس هنا اتصرف تصرف عبقري وهناك اتلخبط وضرب اخماس في اسداس والفرصة ضاعت. طب السؤال اللي بيطرح نفسه هنا بقى، مع انه هو نفس اللاعب محمد شريف وتقريبا هي نفس الفرصة بالاصعب، لان هنا في 4 مدافعين وحارس المرمى، لكن محمد شريف هنا غير محمد شريف هنا. ليه؟ لان انت لما بتلعب في نادي مش جماهيري بيبقى مفيش عليك اي نوع من انواع الضغوطات، بتلعب بأريحية زي ما تكون مع اصحابك في حجز خماسي كده، فتلاقي نفسك بتحط جنب الكعب وتعمل باكوردات ومش عارف ايه، مع انك انت مع نفس اصحابك لو رحت لعبت في دورة رمضانية مهمة لا هتقدر تلعب بالكعب ولا هتقدر تعمل اي حاجة، وهتلعب الحاجة المضمونة قوي وفي الاخر بتضيع. يا جماعة اللعيبة بشر، واي لعيب بيتحط تحت ضغوطات جماهيرية بيفقد كتير قوي من مستواه لو ما كانش شخصيته قوية جدا وقادر ينحي عن نفسه كل الكم ده. واقول لكم على حاجة، نتيجة خبرة سنين في تشجيع النادي الاهلي، انا متهيألي مفيش ضغط عصبي في الكون قد اللي بتعمله جماهير الاهلي على لاعبتها من غير ما تاخد بالها، وخصوصا الناس الاندر ايدج اللي بتتفرج على الكرة دلوقتي وعايزين اللعيبة كلها مكن وتجيب الربع فرصة والكلام ده. واكبر دليل على كلامي الجيل اللي اتفرج على فلافيو يعرف قوي اللي انا بقوله ده. فلافيو عمل سنة تقريبا جاب فيها جون بقفاه، مع ان انا ساعتها كنت شايفه انه احسن لاعب في الفريق، لكن ما بيجيبش جوان. وطالما انت كراس حربة ما بتجيبش جوان ان شاء الله تكون انت مين، الجماهير هتكرهك وهتشتم فيك والكلام زي كده. الحاجة الوحيدة اللي كانت مقتنع بيها هو مانويل جوزيه، كان مقتنع بالراجل ده، ويمكن دي الحاجة الوحيدة اللي اتفقت فيها مع جوزيه في حياتي يعني. وكمل وبقى هداف الاهلي واكتر لاعب مؤثر، لان ما كانش فيه السوشيال ميديا بالشكل البشع ده. وانا مقتنع تماما ان فلافيو لو كان موجود في الوقت اللي احنا فيه ده كان عمره ما يكمل في الاهلي، لان اللي عرفته بعدها ان فلافيو بعد ما تألق في السنة التانية تقريبا خد جنب منعزل وما كانش بيكلم حد وما كانش بيتصور مع الجماهير من كتر ما كان بيوصل له كمية الشتايم و نرجع مرجوعنا للمفيد. محمد شريف راس حربة كويس، راس حربة كويس، لازم نكون مقتنعين من ده بده. هو في الاساس راس حربة؟ لا، هو في الاساس مش راس حربة اساسا، ده راجل جناح زيه زي كهربا، احنا بنوظفه راس حربة، وجاب جوان كتير مهمة واستفدنا منه استفادة كبيرة جدا وكان مؤثر جدا. وارد ان اللاعب يحصل دروب في مستواه، وارد. عماد متعب قعد فترة طويلة مع الاهلي ما بيسجلش، بس الناس عارفة قيمة عماد متعب. وارد ان اللعيب يتهز ويفقد ثقته في نفسه، وارد. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان يكون فيه مدرب داعم، ادارة داعمة، اعلام داعم، جماهير قبل كل ده يدعموه. طب اللي بيحصل ايه؟ مفيش حد بيدعم نهائي. ولينا في مروان محسن خير دليل. مروان محسن كان راس حربة المنتخب وكان لاعب متميز جدا، واول ما حصل له دروب محدش رحمه. في جزئية مهمة اكتر كمان، ان الاهل لجماهير الاهلي كلها مش عايزة من الحياة غير مهاجم اجنبي. فلو انت عندك مهاجم مصري بيجيب جون كل 3 دقايق، صدقوني هم حطوا في دماغهم خلاص احنا عايزين راس حربة اجنبي. طب الاهلي محتاج راس حربة اجنبي؟ طبعا محتاج راس حربة، واحنا مش هنفتي يعني. لكن هل اللي موجود عندي ده وحش ويمشي؟ لا طبعا. محمد شريف وكهربا وكان قبليهم شادي حسين، اللي انتوا ممكن تكونوا مش فاكرينه اصلا، مشكلتهم الوحيدة انهم بيلعبوا في الاهلي، والاهلي
جماهيره بتحط عليك جبال من الضغوط. طيب ده انت تقف مستسلم قدامه؟ لا، انا احطك انت كمان في خانة الاتهام واقول لك مهما كانت الضغوطات دي انت رايح المكان وانت عارف واقف عليك حاجات لازم تعملها. ايه اللي لازم تعمله؟ اولا تشوف اخطائك وتصلحها. من وجهة نظري انا التي لا قيمة لها زي كابتن مدحت، اخطاء شريف من وجهة نظري انه عنده مشكلة في التمركزات. طبعا الفرص السهلة هو عدوها الاول. راجل من كتر ما بيخاف يغلط بقى طول الوقت بيغلط، بيحب قوي الكور الفينيشات الصعبة. ودور دايما في اهداف شريف، هتلاقي الاهداف اللي بتعجبك هي اهداف مش سهلة تماما، وكور بتبقى معقربة وبتلاقيه بيفنش فينش عجيب ويجيب اجوان عجيبة، لانه عارف ان الكور الصعبة لو ضاعت محدش هيلومه. لكن الكور السهلة هي الفخ اللي بيترعب منه اي مهاجم. وامتى الكور السهلة ما تبقاش فخ؟ لما يكون عنده ثقة كاملة في نفسه والناس بتدعمه، فيقدر بمنتهى البساطة زي الكرة الاولانية اللي انا جبتها لكم شبه بتاعة الوداد، لو هو مش مضغوط هيلعب بالراحة، يوقف الكورة ويجيب الجون على جنب ويحط في المكان الفاضي. لكن طول ما هو مضغوط مش هيقدر يعمل ده. لازم يصلح من نفسه في حتة انه بيقع في الاوفسايد كتير جدا. عنده سربعة كده في دايما خطوة سابقة، انه بيدخل في منطقة الجزاء ما بيبصش على المدافعين، ودي نقطة انا بشوفها عيب كبير جدا. كمان عنده مشكلة في حتة الفينش في الكور السهلة. زي ما بقول لكم المشكلة دي بتواجهه عشان هو لو قادر يخلص نفسه من الضغوطات عينيه هتشوف كويس. خلي بالكم يا جماعة، لعيبة الكورة ما بيشوفوش الفرص او ما بيشوفوش الملعب من زاوية الكاميرا اللي احنا بنتفرج عليها، عشان دي برضو نقطة في منتهى الأهمية. اللعيبة ما بتشوفش الملعب زي ما احنا بنشوفه، ده بيبقى زاوية مختلفة تماما. فممكن الفرصة اللي انت شايفها من الكاميرا العلوية والملعب مفتوح اللعيب ما بيشوفش ده. كمان عنده حاجة ما بتعجبنيش، انه دايما رامي نفسه وسط الاتنين مدافعين السد باكات وبعيد قوي، ما بينزلش لتحت كتير عشان يستلم او يعمل مثلثات مع زمايله، ودي برضو بتخسره كتير في رتم المباراة. حاجات عيوب بسيطة ممكن تتصلح، يعني مش فينش زي اللي احنا شايفينه ده. اكيد شريف ما كانش عليه ضغوطات ساعتها، لان الطبيعي شريف لما بيكون متوتر بالطريقه اللي احنا شايفينها دي بيحط الكرة ببطن رجله في جسم الجون وبتضيع، وبتبقى حاجه شكلها وحش جدا. زي الماتش الاخير بتاع البنك، كورتين مع سهلين يبانوا سهلين، لكن هو محتاجين فينش بتاع واحد رايق. الكرة التانية اللي في الشوط التاني محتاجة انه يعدل بوش رجله الخارجي ويحطها في البعيدة زي نظام كلينسمان بتاع المانيا كده. حطها في الفخ اللي عمله له ابو جبل في الحته الفاضيه، حطها العادي التقليدي وضاعت. فانا من وجهه نظري الشخصيه شريف وكهربا في الخط الهجومي الاثنين لعيبه انا شايفهم مهمين جدا جدا جدا، بجانب ان انا اجيب راس حربة مميز افريقي بقى وعربي، والافضل من وجهة نظري اللي يبقى عربي، لكن احافظ على لعيبتي. انا اسمع ان الاهلي جاب معد نفسي ودكتور نفساني بيتكلم اللعيبه، لكن الاهم من الدكتور النفسي واكتر واهم من دعم الاداره والمدرب ان الجماهير تبقى عندها الوعي انها ما توقعش لعيبتها. احنا في ناس هاجمناهم بضراوه، يعني انا عندي يعني ارفع القبعه لمحمد هاني، لانه قدر يعدي كم الضغوطات الفظيع اللي اتعمل عليه من الجماهير ورجع لمستواه، وهو وحسين الشحات وبيرسي تاو ناس هاجمناهم، وانا شخصيا هاجمتهم، لان اللاعب ليه عليه دور كبير جدا، لكن في نفس الوقت لازم يكون البيئة اللي حواليه مريحة تقدر تساعده ان هو ينجز. لان اللي انا شفته من الجماهير كلها مع اللعيبة، احنا قتلنا، يعني مش هقول لفظ قتل ده صعب، احنا دمرنا راجل اسمه مروان محسن. يعني انا شفت لاعب لو كان خد يعني عشر الدعم اللي خده ازارو، ولا
خدوا لعيبه كتير كانت في الاهلي اقل منه في المستوى، يمكن اللي خدوا صلاح محسن مثلا يعني، يمكن كان فادي الاهلي كتير جدا، لكن جماهير الاهلي لا ترحم. فانا بتكلم في جزئيه احنا لازم نكون فاهمين ان احنا معانا لاعب انا شايفه لاعب جيد، اللي المنتج اللي بيطلع منه اقل بكتير من مستواه، محتاج انه يشتغل على نفسه قوي. بس قبل ما يشتغل على نفسه وعلى مهاراته وعلى انه يصلح عيوبه، لازم احنا نساعده انه يشيل الضغوط من على اكتافه، لانه طول ما هو شايل الضغوط هيقدر يديني منتج كويس جدا هستفيد بيه، لان هو لاعب جيد. انا ما بقولش شريف احسن حاجة، لكن هو لاعب جيد جدا، وانا استفدت منه في مباريات كتير وفنش لي مباريات كتير، وكان يعني مفيد بمعنى كلمة مفيد. ما ينفعش بقى افضل اعمل انا حملة ضخمة عليه لحد ما اوقعه، يا اما الادارة تستغنى عنه ونعمل نقع في نفس الفخ تاني. لان ده بالنسبة لي شبه قوي اللي اتعمل مع احمد ياسر ريان، لانه برضه ما خدش فرصة في الاهلي، وكنت اتمنى انه يكون موجود وكان هيفيدني كتير. حاجات كده لازم نقف عندها، لان الفكرة بالشكل ده لما بتوصل الضغوطات بالطريقه دي بتنتهي انك انت بتبطل لعيبه كوره حرفيا. يا ريت يكون الكلام ده واصل للناس، مش على محمد شريف بس، على اي لاعب في اي مركز بيلعب في منظومه الاهلي. نشيل الضغوطات من عليهم يا جماعه، رحمكم الله، نشيل الضغوطات من عليهم ونسيبهم يلعبوا وندعمهم، وصدقوني هيطلعوا اجمل ما فيهم طول ما انتوا بتدعموهم.